أصحاب الهمم العالية. فلانا بتاع سمعة، فلانا يمثل، صدق ولا صلى ولا كأنه صلى ولا صام. أن يكون كل عملك رياء وأنت لا تشعر. هل أنا مخلص ولا أنا مرائي؟ يا رب استر يا رب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. العمل بتاعك لو ما كانش فيه خلاص تبقى كارثة ومصيبة. فلا صدق ولا صلى ولا كأنه صلى ولا صام ولكن كذب وتولى. وقال تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. رحيم من تشير نفسه، أنا عملت كتير وفجأة ولا عمل مقبول. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع الله به ومن يرائي الله به. يا الله يا الله، من سمع الله به أو السمعة والله العظيم سيتحدث الخلق أن فلانا بتاع سمعة، فلانا يمثل، فلانا يصدق، فلان مسائل محسوبة. إن أخطر ما في الرياء أن يكون كل عملك رياء وأنت لا تشعر. يا رب استر يا رب. ومن يرائي الله به. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والشيطان له في كل طاعة نزغة، لا يترك العبد أبدا يعمل عملا إلا ويوسوس للعبد فيه أنه لا يبتغي بذلك وجه الله، فيحصل نوع من الالتباس عند الإنسان. هل أنا مخلص ولا أنا مرائي؟ يخرج من بيته ليعمل عملا وقد عقد النية على أن يطلب السمعة والمحمدة عند الخلق، وهو لا يريد بعمله هذا أصلا وجه الخالق تبارك وتعالى. رجل في شركة ورئيس مجلس الإدارة طالع يصلي، هو ممكن يخرج وقد عقد النية بالفعل، إذ لا يعلم سره ونجواه إلا رب ومولاه. عقد النية على أن يخرج ليصلي خلف رئيس مجلس الإدارة أو خلف مدير مباشر من أجل أن يظهر له أنه رجل تقي وأنه رجل نقي وأنه قائم. قصدك من العمل ده ايه؟ هدفك منه ايه؟ مرضاة الناس، رضا الناس للناس، ولا ابتغاء وجه ربك سبحانه وتعالى؟ حذاري أن تظن أن الله جل وعلا لا يعلم سرك ونجواك. لا يقبل الله منا عملا إلا بهذين الشرطين، بالإخلاص والاتباع. أنا راجل بحب لبسي يبقى جميل، بحب الحذاء أعزكم الله يبقى جميل ومتلمع كل يوم، لا أكتر من مرة في اليوم، وبحب زي يبقى جميل وريحتي جميلة وشكل حلو. ما يكونش ده من الرياء، لا يا أخي، ده هو ده الدين، هذا هو الإسلام. لا، إن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه. هو أنت فاكر حضرتك لما بتقفل على نفسك الغرفة وبتقفل الشبابيك وبتقفل الباب وبترخي الستائر وتبارز ربك جل وعلا بالمعصية دون أن تجدد التوبة والأوبة بذل وانكسار، انت فاكر بأن هذا العمل في السر لن يجعله الله عز وجل علانية؟ يا الله، ده انت تبقى لسه محتاج كتير. شفتوا بقى الرياء نهايته ايه؟ نهايته مؤلمة. لا يقبل الله منك عملا، لا عدلا ولا صرفا، لا فرض ولا سنة.
وإن كان مثقال ذرة والعياذ بالله من رياء، لا يقبل الله العمل كله سبحانه وتعالى. لا يقبل الله إلا العمل الذي هو خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. ابن الجوزي يقول: ما من مجلس جلست فيه إلا بين يدي الآلاف، منهم من بكت عينه، ومنهم من خشع قلبه، ومنهم من رقت جوارحه. فصحت بلسان حالي وقلت: إلهي وسيدي ومولاي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخمرهم، حتى لا صيانة لوجهك، لا من أجلي، حتى لا يقول عذب من كان يدل الناس عليه. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال يا أرحم الراحمين. تذكر دائما يا عبد الله صدق التضرع إلى الله ودوام اللجوء إليه والتباكي بين يديه. عبد الله، فعليك بالإخلاص فإنه خلاصك. تذكر دائما أنك في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى.